لو جيت بولندا يبقى لازم تزور الماركت ده. اهلا بيكم في سيلجروس، واحد من اكبر اماكن التسوق بالجمله في بولندا. وهنا هتلاقي كل حاجه تقريبا تخطر في بالك، احذيه رجالي وحريمي ولعب اطفال. هو مش بس بيبيع بالجمله، هو بيبيع بالقطع عادي. هتلاقي فوط وملايات للسرير، حتى المكملات الغذائيه موجوده جوه بارخص سعر في السوق. كرياتين والواي بروتين ال 700 جرام هتلاقيه عامل 73 زلوتي جوه. هتلاقيه برده موجود في المانيا وفي كذا دوله اوروبيه. وبرضه لقيت ده. عايز اقول لك ان اكبر المطاعم والمتاجر في بولندا بيعتمدوا عليه، لانه حرفيا موجود فيه كل حاجه زي المعدات واللحوم والاسماك، وهتلاقي جوه فاكهه مجمده. عايز اقول لك ان سعر كيلو الجمبري في اوروبا بيساوي سعر جرام الذهب علشان بيستوردوه. ودي شنطة بتتباع عشان تحط فيها المثلجات علشان تحافظ على البرودة. اخيرا لقيت لحم الغزال، لازم اجربه. الكيلو ب 72 زلو. وانا بتمشى بالصدفه لقيت قسم الاسماك، ولقيت محار البحر. واحد من فرنسا وواحد من هولندا. تكييف هنا تلاجة يا جماعة. معلومه في السريع، اي ماركت في بولندا عنده ابلكيشن، وكل ما بتشتري حاجه بتحول لكوبونات، وبعد كده بتعمل لك خصومات كبيره قوي على اي حاجه بتشتريها بعد كده. الأناناسية دي من كوستاريكا. فخدنا واحده. وبرضه لقيت ده.